ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم قصه حلوه قوي عن بنت ايمانها ضعيف بالله، وللاسف اصبحت من بائعات الهوى. في بنات كتير زي البنت دي، وللاسف ما بيحسوش بقيمه النعمه اللي بيكونوا فيها الا لما بيقعوا في الغلط وحياتهم بتتدمر على الاخر. لكن قبل ما نبدا، بينا نصلي على النبي. يا بنتي، ارضي بعيشتك. نفسي مرة واحدة ألاقيكي راضية على أي حاجة بنعملها علشانك انتي واخواتك. نفسي أسمع منك كلمة حاضر، أو ألاقيكي بتحمدي ربنا على أي حاجة عندنا. بقولك ايه يا ماما، أنا مش عاوزة أسمع الكلام ده تاني. أنا خلاص تعبت وما بقتش مستحملة الفقر اللي احنا فيه ده. عاوزة أي حاجة تحصل تغير حياتي دي كلها، واخرج من الفقر اللي احنا طول الوقت عايشين فيه ده. ربنا يهديكي يا بنتي، مفيش في ايدي اي حاجة اعملها غير ان انا ادعيلك ربنا يهديكي. سهر لما سمعت الكلام ده من مامتها مشيت وسابتها. ما كانتش طايقة تسمع اي كلمة زي كده، لانها بتقول انها زهقت من عيشتها، بس اللي عملته من ورا اهلها كان كارثة بكل المقاييس. في بيت بسيط جدا كانت قاعدة سهر بتذاكر. ساعتها دخلت عليها مامتها وقالت لها: ايه يا سهر يا بنتي، تحب نحط الاكل دلوقتي علشان ناكل احنا واخواتك؟ طب واحنا هناكل ايه النهارده يا ماما؟ يا رب ما يكون عدس ولا فول كالعادة. لا حول ولا قوة الا بالله. هو انت يا بنتي مش عاجبك ابدا اي اكل بنعمله كده؟ هو العدس والفول يعني مش نعمة من عند ربنا؟ بقولك ايه يا ماما، يا ريت تقولي على طول عاملة اكل ايه النهارده. انا عاملة عدس يا بنتي، وفي كمان شوية رز عاملاهم جنبهم. لو مش عايزة ممكن تاكلي بالعيش. يوه يا ماما، والله انا ما عاوزة اكل عدس ولا عاوزة اكل اي حاجة اصلا. خليني قاعدة كده لحد ما اموت من غير اكل. قومي يا سهر علشان ناكل يا بنتي، ولو ابوكي سمع الكلام ده هيتضايق منك جدا. والله انا ما بقاش فارق معايا اي حاجة، سيبيني يا ماما في حالي علشان اذاكر لي كلمتين يمكن ينفعوني. خرجت الام من الاوضه وهي زعلانه جدا، لان بنتها دايما مش عاجبها عيشتهم. انما سهر فتحت شنطتها وخرجت الموبايل اللي كانت جايباه من ورا اهلها، وساعتها كلمت كريم اللي كانت ماشيه معاه في الكليه. واول ما رد عليها قالت له: ايوه يا كريم، فينك كده يا ابني؟ انت مش وعدتني انك هتكلمني لما ترجع البيت؟ معلش يا سهر، انا اتشغلت شوية في كام حاجة كده كنت بعملهم. المهم، انت عاملة ايه دلوقتي؟ انا كويسة الحمد لله، بس انا عاوزة اقابلك ونقعد مع بعض شوية. تحب نتقابل في الكافيه اللي كنا متعودين نقعد فيه سوا؟ ماشي خلاص، مفيش مشكلة. روحي استنيني وانا جايلك بعد شوية. وفعلا سهر قامت لبست علشان تخرج تقابل كريم، لكن قبل ما تخرج من البيت مامتها قالت لها: رايحة فين كده يا سهر؟ انتي كل يوم تخرجي من غير ما تعرفيني بتروحي فين ولا بتيجي منين. هو في ايه يا ماما؟ هو حتى الخروج كمان محرم عليا ولا ايه؟ ما تخليني اخرج على مزاجي، ولا انا كمان هتحبس في البيت على طول؟ طب ماشي، بس ما تتأخريش. ابوكي لو رجع من برا ولقاكي مش في البيت هيزعق ويعمل معايا مشكلة. والله بقى انا ماليش دعوة ببابا، انا لما ارجع من برا هقوله على خروجتي، لكن انا مش هفضل قاعدة كده ما بين اربع حيطان وخلاص. بجد دي عيشة تقرف. بقت عيشة تقرف يا سهر. طب اسمعي بقى، انت لو ما دخلتيش دلوقتي على اوضتك وسمعت الكلام، والله هيكون ليا تصرف تاني معاكي. سهر ما ردتش على مامتها وخرجت وهي مش في بالها اي حاجة. بمجرد ما وصلت الكافيه لقت كريم قاعد مستنيها، فقالت له: ايه ده، اول مرة يعني توصل قبلي؟ معلش، انا اتأخرت شوية علشان الطريق كان زحمة. لا عادي ولا يهمك. المهم قوليلي، انا حسيتك متضايقة لما كنت بتكلم في التليفون، وكمان طلبتي تشوفيني كده على طول. في حاجة ولا ايه؟ بصراحة يا كريم، انا نفسي تيجي تتقدم ليا وتخطبني بقى. نفسي تخرجني من العيشة الفقر اللي انا عايشة فيها مع اهلي دي. يعني الصبح لما كنا مع بعض في الكلية انت قلتلي هكلمك لما اروح،
بس أنا حاسة إنك مطنشني كده اليومين دول. لأ، مش موضوع مطنشك خالص يا سهر، بس بصراحة يعني حوار الجواز والخطوبة دلوقتي صعب قوي. انتي عارفة المشاكل اللي بيني وبين أهلي، ده غير كمان إن بابا عاوزني أتجوز دينا بنت عمي. أنا قلتلك الموضوع ده قبل كده صح؟ أيوة فعلا قلتلي يا كريم، بس أنا مش عارفة انت ازاي يعني ممكن توافق على حاجة زي كده وما يبقاش ليك كلمة. هو في ولد بيتجوز غصب عنه؟ أنا أعرف إن البنت هي اللي ممكن تتجبر على الجواز، لكن انت راجل، يعني من حقك ترفض وتقول لأ. أيوة من حقي أرفض وأقول لأ، بس ساعتها بابا مش هيجيب لي أي حاجة، وحتى هيسحب مني الموبايل والعربية، وأنا بصراحة مش هقدر أتخلى عن المستوى اللي أنا عايش فيه ده. وانت يعني عارفة يرضيكي إن أنا يحصل فيا كده؟ طب وبعدين يا كريم هنعمل إيه يعني؟ هنفضل ماشيين مع بعض كده وخلاص؟ أنا ما أقدرش أتخيل حياتي من غيرك، وفي نفس الوقت عاوزاك تحل الموضوع ده في أقرب وقت وتتكلم مع باباك. أيوة أكيد طبعا هكلمه، ما تقلقيش. بس معلش يا سهر، احنا هنستنى بس شوية كده لحد ما العلاقة تتظبط بيني وبين بابا، وبعدها هبقى أكلمه في الموضوع ده إن شاء الله. ماشي يا كريم، أما نشوف آخرتها إيه. والله أنا قلقانة، أحسن بعد ده كله تسيبني وتتخلى عني. لا طبعا، أسيبك إزاي بس؟ بقى معقول حد يسيب القمر ده؟ طبعا كريم كان بيضحك على سهر، ومش هيتجوزها ولا أي حاجة، بس كان ماشي معاها يومين وخلاص. ولما قعد مع صاحبه اللي كان حكيله حوار سهر، رد عليه وقال له: عملتي ايه يا ابني في موضوعك انت وسهر؟ انا بشوفكم على طول مع بعض ورايحين جايين سوا، انت مش ناوي بقى تخطبها ولا ايه؟ لا طبعا يا عادل، اخطب مين يا ابني؟ دي واحدة مستغفلة اهلها وبتعمل كل حاجة من وراهم، ده غير انها مش عاجبها حالهم على طول ودايما تشتكي منهم. انا بس بقضي معاها يومين كده وخلاص، زيها زي غيرها. طيب ما تسيبها يا ابني، ايه اللي مخليك ماشي معاها ومصاحبها كده وانت في الاخر مش ناوي تتجوزها؟ ما انا قلتلك بقضي معاها يومين، وبعدين هي اصلا الموضوع جاي على هواها، لاني بخرجها وبناكل وبنشرب مع بعض، يعني هي كده كده مش خسرانة حاجة هي كمان، وبتعمل كل اللي هي عاوزاه. انا يوم ما اتجوز هتجوز واحدة محترمة ومؤدبة، وواحدة تكون صاينة نفسها، مش بتروح وتيجي مع اي واحد كده من غير اي ارتباط ومن ورا اهلها. طبعا زي ما سمعتم كده، كانت وجهة نظر كريم في سهر اللي ماشية معاه وبيحبها، إنما هي كانت مفكرة إنه بيحبها بجد وعاوز يتجوزها، لكن اتصدمت في يوم لما واجهها بالحقيقة وقال لها: شوفي بقى يا سهر، علشان نكون واضحين مع بعض، أنا مش هينفع أتقدم ليكي، ولا حتى أهلي ممكن يوافقوا عليكم، لأنكم مستواكم أقل مننا. ربنا يوفقك مع أي حد تاني غيري. انت بتقول ايه يا كريم؟ يعني معقولة بعد الحب ده كله بينا هتسيبني عادي كده؟ طب ازاي بعد كل الوعود اللي بينا دي؟ في حاجات كتير تانية أهم من الحب يا سهر. انت على طول مش راضية بعيشتك وبتفضلي تشتكي من أهلك، وأكيد بعد كده هتشتكي من عيشتي أنا كمان لو اتجوزنا. يعني لو حصل نصيب بينا، أنا شايف إنك تبعدي عني أحسن، عشان إحنا كده كده مش هنتجوز، وزي ما قلتلك ربنا يوفقك مع حد غيري. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كريم، حسبي الله ونعم الوكيل على إنك عشمتني وسبتني. بقولك ايه بقى، هو انت كمان بتتحاسبني عليا في وشي؟ انت اصلا ما خسرتيش اي حاجة، انما انا اللي كنت في اي خروجة ادفع زي المغفل. شوفي خرجتك في اماكن قد ايه، واكلتي وشربت على قفايا، بس واضح كده انك نكرة للمعروف. كانت سهر مصدومة، لكن مش عارفة ترد ولا تتكلم. ما كانتش متوقعة انه يعايرها بالخروجة والاكل والشرب والحاجات اللي صرفها عليها. قعدت فترة كبيرة مكتئبة وزعلانة، بس ما قدرتش تقعد فترة كده على بعضها من غير ما تكون مرتبطة بواحد يخرج معاها ويصرف عليها. علشان كده اتعرفت بعد كريم على شاب غيره، لكن للأسف الشاب ده كان مش محترم أبدا. ولما كانوا خارجين في مرة مع بعض قال لها: بقولك ايه يا سهر، ما تيجي نطلع نسلم على ماما؟ ما يصحش يعني كده نكون قدام بيتها وما نطلعش نسلم عليها، وأعرفك عليها بالمرة. ايه ده يا أحمد،
هي مامتك بيتها هنا ولا ايه؟ ايوه يا بنتي، ما انا قلتلك ان ماما وبابا منفصلين عن بعض، وكل واحد فيهم عايش لوحده. تعالي بس نسلم عليها بالمرة، اخليها تتعرف عليكي. انا مش فاهم بس، هو انت يعني خايفة كده ليه؟ انت مش واثقة فيا ولا ايه؟ لا والله الموضوع مش كده خالص، مش موضوع ثقة. انا واثقة فيك طبعا، انا بس اول مرة اخرج مع شاب واكون لوحدي معاه كده. لا لا، ما تقلقيش، تعالي بس واسمعي الكلام. سهر ساعتها وافقت وطلعت معاه زي الغبية، لكن هو طبعا كان نيته باينة جدا. وبمجرد ما طلعوا الشقة اتفاجئت سهر إن محدش موجود، لكن هو استغفلها وخلاها تفقد أعز ما تملك. وطبعا هي ما كانتش عارفة تتصرف ازاي. ولما رجعت سهر بيتها في اليوم ده كانت حاسة إنها عاملة كارثة، لكن لما كلمت أحمد في الموبايل قالت له وهي منهارة: هنعمل ايه في الكارثة دي اللي احنا حطينا نفسنا فيها دي يا احمد؟ اسمع بقى اما اقولك، انت لازم تتجوزني، لازم اللي حصل ده يتصلح، انك تيجي وتتجوزني. نعم يا اختي، اتجوزك ان شاء الله، ده لا يمكن يحصل. ازاي يعني؟ عاوز تسيبني بعد كل اللي حصل ده؟ انا هوديك في داهية ومش هسكت ابدا. تودي مين في داهية؟ طب اتكلمي كده وقولي اي حاجة، وساعتها انا هنكر وهقول ان انا معرفكيش اصلا. ساعتها سهر اتعصبت جدا، ولسه كانت هتشتمه وتغلط فيه، قفل السكة في وشها. قعدت تحاول إنها توصل ليه بكل الطرق، لكن هو عمل ليها بلوك وخرجها من كل حياته خالص. ما قدرتش تتكلم مع أي حد ولا تحكي الكارثة اللي هي عملتها. وفي يوم قررت إنها تهرب من بيت أهلها علشان تخلص نفسها من الكارثة اللي هي فيها. وفعلا أخدت هدومها وهربت بالليل لما كانوا كلهم نايمين. ولما أهلها اكتشفوا إنها هربت عيطت أمها وقالت: يا نهار مش فايت، إزاي البنت اللي اسمها سهر دي تهرب وتسيب البيت كده؟ دي هتفضحنا قدام البلد كلها لو الناس كلها عرفت. أعمل إيه بس يا ربي؟ ولا أروح فين؟ ولا أجي منين؟ أقول عليكي إيه بس يا بنتي؟ وأبوها هو كمان لما عرف واتأكد إنها هربت ما كانش عارف يعمل إيه، وما كانش قادر يرفع عينه في عين أي حد في البلد، لأن الناس كلها كانت بتلومه، وكان دايما بيسمع منهم كلام صعب جدا على بنته. إنما سهر بعد ما هربت راحت قعدت في محطة القطر، ما كانتش عارفة هتروح فين، بس هناك شافت واحدة واقفة جنبها وقالت لها: انتي مستنية حد هنا ولا ايه؟ شكلك كده قاعدة زي التايهة. لا ابدا، انا مش مستنية حد ولا حاجة، بس بصراحة كده انا مشيت من بيت اهلي، بس مش عارفة هروح فين ولا عارفة هقعد فين لحد ما ادور على شغل. طيب والله انت بنت حلال، تعالي معايا وانا هجيب لك شغل زي الفل وشقة كمان. ساعتها سهر راحت معاها على طول، وما كانتش عارفة هي هتشتغل ايه، لكن اتفاجئت لما لقيتها عاوزة تمشيها في سكة مش كويسة. عرفت إنها بتعمل كده مع بنات كتير ومشغلاهم كلهم في الطريق ده. مشيت سهر في نفس الطريق وهي عاملة زي المغيبة، كانت عارفة إنها كده كده خلاص ضيعت مستقبلها بسبب اللي هي عملته، وندمت ندم عمرها لما حكت كل اللي حصل ليها لواحدة من البنات اللي كانت بتشتغل معاها، وقالت لها: أنا غلطت غلطة كبيرة قوي لما سلمت نفسي للي اسمه أحمد ده اللي حكيت لك عنه، وهربت من بيت أهلي، وفوق ده كله أقابل مدام صافي وكمان تمشيني في الطريق ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيها على كل اللي عملته فيا. البنت دي ما كانتش كويسة ولا كانت صافية من جواها، واستغلت إن سهر ساذجة وإنها بتحكي أي حاجة معاها على طول، علشان كده سجلت الكلام ده وراحت لمدام صافي اللي هي أصلا مش شغالاهم. وبعد ما سمعتها كلام سهر قالت لها: أنا قلت آجي وأعرفك يا مدام علشان تكوني عارفة مين اللي معاكي ومين اللي ضدك. البنت دي ما ينفعش تفضل هنا مكملة معانا، لأنها مش بعيد تروح تبلغ عننا كل حاجة، علشان كده لازم تخلصي منها. طبعا صافي لما عرفت الكلام ده مسكت سهر وخلت 2 من عندها يضربوها ضرب جامد جدا، وبعدها طردتها من عندهم. سهر ما كانش ينفع تروح تبلغ عنهم لأنها كده هتفضح نفسها هي كمان، وكانت المشكلة هتطولها. فقررت إنها تكتم على الموضوع وما تتكلمش فيه ولا تعرف أي حد
إنها كانت ماشية فيه أصلا. استمرت سهرة عاملة زي التايهة ومش عارفة هتعمل ايه في حياتها. ضيعت نفسها وضيعت مستقبلها بعد ما كانت في كلية وبتدرس ووسط أهلها، وكل ده علشان ما كانش عاجبها عيشتها مع أهلها. ما كانش عاجبها الفقر اللي هم عايشين فيه، ولا حتى بيتهم اللي كان من وجهة نظرها شايفة إن بيتهم أقل بيت في الدنيا كلها. لكن دلوقتي بقت متشردة في الشوارع والكل طمعان فيها. ودلوقتي نصيحة لكل بنت بتسمعني، ياريت نفكر بالعقل ونفرق بين حلال وحرام، ونعرف مين بيحبنا ومين بيضحك علينا. ومفيش زي الأهل، أكتر ناس بيحبونا وبيخافوا علينا. الدنيا ما فيهاش أمان، ولا انتي هتقدري على مواجهة الدنيا من غيرهم.